السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تانية ثانوي حل إن شاء الله النهاردة التقييم الأول في الترم التاني. معانا أول حاجة ورقة عمل الحصة الأداء الصفي. أول سؤال: يستثنى من عوامل الفتح الإسلامي لمصر. أول حاجة، عندنا ثلاث عوامل: العامل الديني، والعامل التاريخي، والعامل العسكري أو العامل الدفاعي والعامل الحربي. سواء عسكري سواء دفاعي سواء حربي نفس الكلام. يبقى يستثنى إيه؟ العامل الاقتصادي. يبقى أول إجابة عندنا هي العامل الاقتصادي. تاني سؤال عندنا: أي الأساليب الآتية اتبعها كثيرا من المصريين قبل الفتح الإسلامي لمواجهة قهر الروم وظلمهم؟ طب اتبعوا الهجرة الخارجية، ولا الحروب العسكرية، ولا التحالفات السياسية، ولا الهروب والاختباء؟ طبعا هنختار الهروب والاختباء. عندما هرب الأنبا بنيامين أو بطريرك بنيامين رئيس الكنيسة الأرثوذكسية إلى الصحراء 13 عام. تالت سؤال عندنا: أخذ فتح المسلمين لمصر اهتماما خاصة عند خليفة المسلمين خاصة وعند عامة المسلمين أيضا بسبب: أول حاجة كثرة خيراتها، قوة جنودها، موقعها الاستراتيجي، ذكرها بمصادر التشريع. طبعا الاهتمام الخاص بسبب إن هي ذكرت في القرآن مرات عديدة، كما وصى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة وصيرا. يبقى الإجابة ذكرها بمصادر التشريع. رابع حاجة: ساهمت الطبيعة الجغرافية لمصر في سهولة فتح المسلمين لإيه؟ الطبيعة الجغرافية ساهمت. الطبيعة الجغرافية هو قصده هنا بالصحراء. طب الصحراء احنا اتجهنا ناحية الصحراء امتى؟ في العريش ولا بورسعيد ولا بلبيس ولا مصر القديمة؟ مصر القديمة هنا هو قصده بحصن بابليون. لا، احنا ابتدينا نتجه ناحية الصحراء في منطقة بلبيس. خامس حاجة: ارتبط الأسباب الدفاعية التي دفعت الخليفة عمر بن الخطاب للموافقة على فتح مصر بتأمين. أول حاجة بلاد الرافدين وأفريقيا، إفريقيا وبلاد الشام. عاصمة الخلافة وبلاد الرافدين بلاد الشام وعاصمة الخلافة. الأسباب الدفاعية هنا إن إحنا عايزين نحمي عاصمة الخلافة وهي المدينة المنورة، أو بتتسمى يثرب. تاني حاجة إن إحنا عايزين نأمن الحدود الغربية لشبه الجزيرة العربية والحدود الغربية للدولة الإسلامية وهي بلاد الشام. فيبقى الإجابة عندنا بلاد الشام وعاصمة الخلافة. سادس سؤال عندنا: حدد العلاقة بين فتح المسلمين لبلاد الشام وقرار دم مصر. العلاقة هنا إن طبعا بعد ما أتمينا فتح بلاد الشام، قام سيدنا عمرو بن العاص بفتح أو أشار على سيدنا عمر بن الخطاب بفتح مصر. فبعد ما تمينا فتح الشام، قاموا وعقدوا مؤتمر الجابية سنة 17 هجريا وخدوا قرار بضم مصر، وهي تأمين الحدود الغربية لشبه الجزيرة العربية أو للدولة الإسلامية. سابع حاجة: بما تفسر اتجاه المقوقس حاكم مصر للتفاوض مع عمرو بن العاص. هنا اتجه المقوقس للتفاوض أو بعت المراسلين بتوعه للتفاوض عشان حاجتين: أولا عشان التفاوض، ثانيا الهدف الرئيسي كان للاستطلاع على أعداد الجيش أو الاستطلاع على أعداد المسلمين أو الاطلاع على جيش المسلمين ومعرفة أحواله. ده الهدف الرئيسي من اتجاه المقوقس للتفاوض أصلا، أو إرسال الرسل سيدنا عمرو بن العاص. نيجي بعد كده للواجب المنزلي. أول سؤال عندنا: الهروب إلى الصحراء كان أحد أسلحة المصريين لمقاومة سياسة الرومان، ظهر ذلك بوضوح نتيجة. هو ظهر ذلك من خلال إيه؟ فرض الضرائب، ولا التفرقة الاجتماعية، ولا الاضطهاد الديني، ولا القهر السياسي؟ طب الهروب إلى الصحراء، مين اللي هرب للصحراء؟ عندنا الأنبا بنيامين أو بطريرك بنيامين. طب الراجل ده لما هرب بسبب إيه؟ بسبب الاضطهاد الديني اللي حصل من الرومان على المصريين. يبقى الإجابة عندنا هي الاضطهاد الديني. تاني حاجة: أرسل عمرو بن العاص للخليفة عمر بن الخطاب طالبا المدد، فكتب له عمر بن الخطاب: إني قد أمددت بأربعة آلاف رجل، على كل ألف رجل منهم رجل بمقام الألف. أي المواقف الآتية تثبت صدق مقولة الخليفة عمر بن الخطاب؟ موضوع سهل أوي يا صديقي. ده طبعا في سقوط حصن بابليون. هو بعت له ال4000 رجل كمدد، عليهم 4 رجال
منهم طبعا وأهمهم الزبير بن العوام وعبادة بن الصامت، والاتنين دول ساهموا في سقوط حصن بابليون. تمام يا صديقي. أي من المناطق الآتية التي فتحها القائد عمرو بن العاص بمصر استخدم فيها أسلوب الخداع الاستراتيجي؟ الخداع الاستراتيجي احنا استخدمناه هنا أول ما فتحنا الفرمة اللي هي بورسعيد، أول ما خلصنا العريش ودخلنا على الفرمة اللي هي البورسعيد وفتحناها. عايزين نتجه، المفروض هم كانوا فاكرين إن احنا هنتجه اتجاه إيه؟ اتجاه الإسكندرية عشان نفتح مصر. لا، عمرو بن العاص استخدم الخداع الاستراتيجي من خلال الدخول في الصحراء ومواجهة بلبيس، فكان الاستيلاء عليها بكل سهولة. رابع سؤال، البداية الحقيقية لنهاية الحكم الروماني في مصر كانت سيطرة المسلمين على. طالما قال لك البداية الحقيقية أكيد مش هينفع نقول إيه، ولا الفرمة ولا العريش. لا، هو طبعا حصن بابليون. اشمعنى حصن بابليون؟ كفاية إن كان المقوقس حاكم مصر كان بيختبئ جوه، هو وأكثر من 100,000 جندي روماني. فبالنسبة لنا طبعا البداية الحقيقية لنهاية الحكم كانت في حصن بابليون، ثم اتجه إلى الإسكندرية وسيطر على مصر ودخل الإسلام مصر. تمام يا صديقي. نيجي بعد كده للسؤال الخامس، موقف القائد عمرو بن العاص مع بنيامين بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية. طيب موقفه إيه؟ في مصر بعد الفتح الإسلامي للبلاد أكد على أحد المبادئ الهامة التي أقرها الإسلام والتي تتمثل فيه تحقيق الأمن وحرية الاعتقاد، حق المساواة وعدم الغدر، الاستقلال المالي لكل طائفة، النصح والبر وتحقيق المواخاة. لا طبعا هي الإجابة تحقيق الأمن وحرية الاعتقاد، عشان سيدنا عمرو بن العاص أو القائد عمرو بن العاص أعطاهم حرية الاعتقاد وحرية الدين والأمن والعدالة. سادس سؤال، استنتج الأثر الناتج عن مؤتمر الجبل. استنتجنا إن سيدنا عمرو بن العاص أقنع سيدنا عمر بن الخطاب بفتح مصر، ثم ثم اتجه إلى فتح مصر من خلال إن هو أعطاه 4000 جندي يفتح بيهم مصر. طب تاني سؤال، حدد مصداقية العبارة تعدد معايير الاتصال بين مصر وبلاد العرب قبل الإسلام. طب إيه المعايير اللي حصلت؟ العبارة صادقة طبعا. حدد المصداقية، تكتب العبارة صادقة. حيث كان هناك طريق زي شبه جزيرة سيناء شمالا والبحر الأحمر شرقا. طب معايير الاتصال بين مصر وبلاد العرب يعني الحدود. إحنا على حدود مصر طبعا، مع حدود مع شبه الجزيرة العربية عن طريق شبه جزيرة سيناء، ده شمال، وشرقا عن طريق البحر الأحمر. كده خلصنا الواجب، نتجه على التقييمات إن شاء الله. التقييم هنا يا حبيب قلبي، أول مجموعة في أول سؤال بتقول بتحليل العوامل التي دفعت المصريين لمساعدة المسلمين ضد الروم أثناء فتح مصر، نجدها تظهر في تفضيل الروم للجاليات الأجنبية، اضطهاد الروم العقائدي المصريين، إهمال شؤون البلاد الداخلية، الاستئثار بالحكم دون المصريين. طيب العوامل إيه أصلا كانت عندنا؟ عندنا عامل ديني، وعامل حربي اللي هو عامل دفاعي، وعامل تاريخي. طب إيه العوامل اللي ساعدت المسلمين ضد الروم أثناء فتح مصر؟ طبعا هنا اضطهاد الروم لعقائد المصري. تاني حاجة الحصار، التفاوض، الخداع، استخدام القوة. ظهرت كل هذه المراحل في فتح المسلمين لمصر. عند فتح، احنا في حصن بابليون حاصرنا، ثم فوضنا، حصرنا أكثر من 7 شهور، ثم تم التفاوض مرتين، ثم عملنا خداع استراتيجي، ثم استخدمنا القوة. يبقى الكلام ده كله حصل في حصن بابليون. تالت حاجة، جاءت أولى محاولات المسلمين لدخول مصر إلى الإسلام عن طريق. أول المحاولات كانت عن طريق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي طبعا دعوة الحاكم ولا إرسال الوفود. فكرة الإجابتين ممكن يمشوا، بس طبعا هي دعوة للحاكم. لما الرسول صلى الله عليه وسلم بعت كتابه إلى المقوقس. 4، أيد صحة العبارة. فكرة
فتح مصر لم تكن وليدة مؤتمر الجابية. فعلا. هي أول واحد لسه قايلين دلوقتي الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما نفكر في فتح مصر وبعت الرسل إلى المقوقس. هنكتب إزاي بقى؟ حيث بدأ التفكير في دخول مصر إلى الإسلام منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما أرسل كتابا إلى المقوقس حاكم مرس يدعو فيه يدعوه فيه إلى الإسلام. 5. تعدد عوامل الفتح الإسلامي لمصر حدد العوامل الحربية أو العسكرية التي أدت إلى ذلك. العوامل الحربية هي بسيطة أوي، هي تأمين الحدود من جهة الشام وتأمين المدينة النبوية. حاجة بسيطة جدا، أقل من نص سطر يا حبيب قلبي. نروح تاني المجموعة الثانية. المجموعة الثانية، أول سؤال عندنا الحصار، التفاوض، الخداع، استخدام القوة، ظهرت كل هذه المراحل في فتح المسلمين. احنا لسه قايلينها فوق دلوقتي. أول مناطق سيطرة المسلمين، أقوى حصون الرومان بمصر. أول مناطق الاشتباكات، أول مواجهة مباشرة مع الأرطغرل. طبعا أقوى حصون الرومان بمصر وهو حصن بابليون. يبقى الإجابة أقوى حصون الرومان بمصر. طيب، جاء بمقولة عمرو بن العاص بمؤتمر الجابية عن مصر: إنك إن فتحتها كانت قوة للمسلمين وعونا لهم، ومصر أكثر الأراضي أو الأرض أموالا وأعجزها عن القتال والحرب. تدل المقولة السابقة على: أول حاجة انهيار أحوال مصر العسكرية، خطورة مصر على بيت المقدس، ارتباطها بمصر تاريخيا بالعرب، كره المصريين لحكم مصر. أنا عايزكم في الحتة ديت تبصوا على كلمة وأعجزها عن القتال والحرب. أعجزها عن القتال والحرب، ده دلالة عن مدى سوء الأحوال العسكرية التي وصلت لها المصريين بسبب الاضطهاد والظلم من قبل الرومان. يبقى طبعا الإجابة عندنا انهيار أحوال مصر العسكرية. تالت حاجة، ارتبط فتح المسلمين لمصر يا حبيب قلبي بوصول جيوش المسلمين إلى. احنا قلنا إن مصر ديت مفتاح القارة الأفريقية. مفتاح القارة الأفريقية. طيب، يعني أول ما هنفتح مصر وهندخل فيها الإسلام هتبقى سهلة بالنسبة لنا جدا إن إحنا ننشر الإسلام في أفريقيا كلها. والدليل على ذلك زي ما خدنا الترم الأول إن إحنا أول ما فتحنا مصر دخلنا النوبة، ودخلنا بيركا اللي هي ليبيا، ودخلنا إفريقيا اللي هي تونس، ومعركة سوبيطلة، وأكيد فاكرين الكلام ده كله. يبقى طبعا ارتبط فتح المسلمين بجيوش المسلمين إلى بوصول جيوش المسلمين إلى الأندلس وإفريقيا. 4. حدد العلاقة بين أوضاع مصر السياسية واتجاهات المسلمين لفتحها. طب أوضاع مصر السياسية، احنا قلنا إن مصر كانت ولاية رومانية وليس دولة مستقلة، يعني مصر كانت تحت حكم الرومان. طب احنا عايزين نقولها ازاي؟ هنقول إذا كانت مصر ولاية رومانية وأراد المسلمين فتح مصر لتأمين فتوحات الشام والمدينة النبوية. لسه قايلين دلوقتي إن مصر على الحدود مع الدولة الإسلامية، فاحنا عايزين نأمن الحدود بتاعتنا الغربية، أو حدود الدولة الإسلامية الغربية من جهة الشام. إيه اللي على الحدود مع الشام على طول؟ مصر. فاحنا لازم نأمن الحدود بتاعة الدولة الإسلامية من جهة الشام وجهة المدينة النبوية عن طريق بحر الأحمر أو بحر القلزم. خامس سؤال يا صديقي، لعب الطبيعة الجغرافية لبلاد العرب في سهولة الدخول بالبيس، ناقش العبارة تاريخيا. طيب، سيدنا عمرو بن العاص قال لك أنا هخش الصحراء وليس هتبع الطريق بتاع ساحل البحر المتوسط، لا أخش الصحراء لكي أختبئ. طيب، نقولها إزاي؟ قال لك لكي يضمن الالتزام بالجانب الصحراوي للاعتصام به، يعني هو داخل الجانب الصحراوي عشان يعتصم به. وسرعة التصرف والاعتماد على عنصر المفاجأة الحربية. زي ما احنا عارفين مفيش حرب انت بتكسبها من غير ما تعمل مفاجأة حربية على الخصم. تمام كده يا صديقي؟ كده ناقص المجموعة التالتة. أول حاجة، أصبح فتح مصر ضرورة حتمية لدى المسلمين. وأعقاب تعدي المقوقس على رسل الخليفة، لا احنا ما قلناش إن المقوقس اتعدى على رسل الخليفة. انتهاء المسلمين من فتح الشام، دي إجابة صح. انتهاء المسلمين من فتح الشام، احنا عمرنا ما كنا هنروح نفتح مصر من غير ما نعمل نتم فتح الشام. فيبقى انتهاء المسلمين من فتح الشام، أول ما انتهينا من فتح الشام
أشار سيدنا عمرو بن العاص لسيدنا عمر بن الخطاب لفتح مصر. تاني سؤال يا حبيب قلبي: أي من المواقف الآتية تجلى فيها مبدأ المساواة الذي أقره الإسلام؟ إيه مبدأ المساواة اللي حصل؟ في تأمين بطريقة الكنيسة الأرثوذكسية؟ لا، ما ذكرناش أي مبدأ مساواة هنا. التزام بالجانب الصحراوي للفتح، برضه ما ذكرناش أي مساواة هنا. التفاوض مع المقوقس حاكم مصر، أيوة ده ظهر فيه مبدأ المساواة في الإسلام، حيث تم التفاوض مع عبادة بن الصامت الرجل الأسود، ولكن ليس في فرق بين أعجمي أو عربي، وده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فطبعا يبقى الإجابة التفاوض مع المقوقس حاكم مصر. ثالث سؤال: طريقة فتح القائد عمرو بن العاص للعريش يعد دليلا على: أول حاجة كره المصريين لحكم الروم، القوى العسكرية للمسلمين، إجادة المسلمين لحروب الصحراء، ضعف السيطرة الرومانية على البلاد. احنا قلنا إن هو سيدنا عمرو بن العاص دخل العريش دون مقاومة، دون مقاومة. فطالما دون مقاومة في حدود مصر، يبقى طبعا الرومان مش مسيطرين على كل الحدود، أو مش مسيطرين على كل البلاد. يبقى الإجابة ضعف السيطرة الرومانية على البلاد. رابع سؤال: أيد صحة العبارة لعب المدد الذي أرسله الخليفة عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص دورا هاما في فتح مصر. هو فعلا لعب دور هام في إيه؟ أول حاجة عبادة بن الصامت، تاني حاجة الزبير بن العوام. عبادة بن الصامت تم التفاوض مع المقوقس، والمقوقس كان خايف منه جدا. ثم قام الزبير بن العوام بالقيام، إن هو وصل لأعلى نقطة من حصن بابليون، وقام بالتكبير. وقام من بعده 8000 جندي بالتكبير، فأخاف الرومان وحسوا إن هم خلاص المسلمين اقتحموا. طب هنكتب الكلام ده إزاي؟ حيث ساهم المدد في فتح أقوى الحصون وهو حصن بابليون، وساهم في هذا الشيء عبادة بن الصامت والزبير بن العوام. خامس سؤال يا صديقي: فسر أسباب جاء فتح المسلمين لمصر لأسباب دفاعية. أيوة، الأسباب الدفاعية كانت هي العامل الحربي، وهي من العوامل الحربية، وهي تأمين الفتوحات الإسلامية في الشام وتأمين المدينة النبوية. كده خلصنا حل التقييم الأول، وإن شاء الله مع بعض كل أسبوع هنزل لكم حل التقييمات كلها: الصف الأول الثانوي، الصف الثاني الثانوي. إن شاء الله من الأسبوع الجاي في شرح لكل درس هينزل مجاني على الصفحة إن شاء الله. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.